السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا بعد غياب طويل. راجعه لكم ان شاء الله فيديوهات جديدة، ويا ريت اللي مشترك يلغي الاشتراك ويجدد الاشتراك عشان يوصلوا الاشعارات. دي ورقة، شكل ورقة العنب زي ما انتم شايفين، ناحية ناعمة وناحية خشنة خفيف وطري، والمقاس ده كويس جدا، مقاسه حلو. والفرق بين ورقة العنب دي وورقة التوت زي ما بوريك كده ان بيبقى مثلثة وطويلة شوية. طبعا انا جبت كيلو ورق عنب كده وغسلته كويس جدا وحطيته على الصينية، وحطيت حلة على النار عشان نبدأ نشوف الطريقة اللي هنفرز بيها ورق العنب. طريقة سهلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. حطينا المية، انا ما بسيبهاش تغلي غليان جامد، مجرد بس حروف الحلة تنمل كده وتعمل هتبدأ تغلي، بروح بادئه حاطه ورق العنب مع بعض كده واحدة واحدة، وهنشوف هنعمل ازاي. تمام كده. هنحط ورق العنب اهو زي ما انتم شايفين اهو، هنحطه كده ونضغط عليه ونعد من 1 ل10. تمام كده خلاص، 1 ل10، من 1 ل10 لونه بيصفر بيبقى جميل، بنقلب ونعد تاني من 1 ل10. كده ورق العنب استوى وبقى جميل جدا، وممكن تحشيه على طول او تفرزيه بنفس التسوية اللي بقولك عليها دي، جميل جدا. تمام. طب امتى هنجيب ورق العنب؟ ورق العنب بتجيبيه اول ما تلاقي الورق تفرزيه امتى يعني؟ اول ما تلاقي العنب البناتي طلع في السوق والنعناع الاخضر تمام ملا السوق كده، تبداي تجيبي ورق العنب. غالي بقى رخيص، هو ده وقت تفريزه، ما تجيبوش قبل كده. ولو عايزه تجيبيه للتفريز ممكن تجيبيه اول ما يطلع، سواء اول ما يطلع او اخر ما يطلع، هو بيبقى غالي شويه، بس هو ده الورق اللي بيتفرز ويبقى حلو، ما بقاش خشن ولا يبقى ناشف. هو ده الوقتين بتوع تفريز ورق العنب، اول ما يطلع في السوق واول ما يطلع ورق العنب البناتي. تمام كده. او اول ما تشوف النعناع الاخضر في السوق تجيبيه. هنبدأ بقى نعمل نفس الطريقة، نحطه كده نعد من 1 ل10 ونقلب ونعد من 1 ل10. وهي دي الطريقة الصحيحة لسلق ورق العنب. طبعا ما بخليش المية تغلي، شايفة؟ اول ما بتغلي كده بوطي العين، علشان اول ما تلاقيها من الجناب بتغلي اكنها حاجة بتغلي بتوطي. انا عايزة بس انا بدبل ورق العنب اللي هو رقيق قوي وما بيتحملش، مش زي الكرنب. ممكن لو المية غليت عليه عادي. ده بصي اول ما بتغلي كده انا هوطي عشان احط الطبق اللي بعد كده. تمام كده. ونستمر بقى في الموضوع دوت لغاية ما نخلص بقية الكمية زي ما احنا شايفين كده حبايبي، حلو خالص بالطريقة دي. ما تنسوش يا جماعة اللي وصل هنا حطينا اللايك والاشتراك وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يعرفوا ان القناة اشتغلت تاني، وربنا المستعان ويوفقنا جميعا يا رب. هنحط برضو كله بنفس الطريقة اللي بنحط بيها كمان كده. تمام كله بنفس الطريقة. شوف بدأ يغلي، هتلاقيني وطيت على طول عشان اهدي المية، ما خليهاش تبقى عالية. حد يقول لي طب ما ممكن نحط كل حلة كبيرة ونحط كل الكمية وخلاص. طبعا كل الكمية ما تبقى كبيرة كله هيبقى لون واحد، بس وانت بتطلعي في جزء هيبقى مستوي قوي، والجزء اللي طلع هيبقى واخد سوا مظبوط. لكن لما يبقى حبة صغيرين بحبة صغيرين احسن، وبيبقى بتتحكمي في المية وفي السوا احسن ما تحطي كل مرة واحدة. على بال ما تشيلي كل الكمية يكون اللي تحت اتهرى واللي فوق ما اتهراش، فطبعا غلط كده. افضل حاجة وما تحطيش عليه مية ساقعة اول ما يخرج خالص. تمام. هنحط برضو بقية الكمية زي ما احنا شايفين كده. زي ما انت شايفة كده بنقلب كده تقليب خفيف، ونجيب اللي تحت فوق وبنعد زي ما قلنا من 1 ل10. تمام. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا جماعة للي يعجبه الفيديو، واللي مش عاجبه برضو يعمل لنا مش عاجبه يعمل لنا ديسلايك عادي.
المهم يبقى في تفاعل على القناة يا جماعة عشان تظهر تاني، لان هي بقالها فترة ما اشتغلتش، ودعواتكم انها تشتغل وترجع زي الاول باذن الله. بالطريقة دي زي ما احنا شايفين اهو. خلصنا بقى، نخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. تمام كده اهو. خلاص. بعد كده بقى هنشوف طريقتنا في ايه. انت طبعا الكمية هي بتطلعيها على مصفتين، ما ينفعش تحط كل الكمية على بعضيها تسوي بعضيها وتتهري، لازم يبقى كده حاجة خفيفة هنا وحاجة خفيفة هنا. هحطها برضو في الصينية وهبدأ افردها كده بالراحة بهدوء عشان هو لسه سخن لغاية ما يبرد، لان لو ما ننفعش نشتغل فيه وهو ايه كده يتقطع مننا. تمام. واحنا مش هنتحمل نمسكه وهو ايه سخن. شايفين لونه جميل ازاي، وكله لون بعضه وسوى بعضه في مقدار واحد في السوى، وناجح جدا ان شاء الله. عايزاك تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات الطريقه دي حلوه ولا لا. تمام اهو. هنجيب بقى مقص، وطبعا هو برد عشان كده بجيبه على بعضه كده، ووسع المكان اللي انا هرص فيه، وببدأ اشيل العرق بتاعه سواء بايدك بقى او بالمقص بالراحه كده، وتبدأي ايه ترصي في الصينيه زي ما احنا هنرص كده. وجم 3 ورقات في ايدك ماشي، شيلي ال3 عروق وابدأي رصي بالراحة خالص لغاية ما تخلصي كل الكمية بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. تقعدي كده في مكان براحتك وتعمليهم. تمام. شوفوا الكيلو انا عملته على 8 رصات. في تريكات بقى المهمة انك انتي ما تعليش الرصة. ليه؟ عشان لو عليتيها وجيتي فرستيها وطلعتيها على بال ما تفكيها تكون اتكسرت. تمام. ايه تاني؟ ان الكيس يبقى على قد الورق، ما يبقاش واسع، لان لو واسع ممكن يتكسر. تمام. الكيس كده اما يكون حجمه يبقى حلو. تمام. ما تزوديش ارتفاعه زي ما بقولك كده. هنكيس كل الكمية بالشكل اللي انت شايفاها ده، وعشان ما يتوهش منك في الفريزر، لا اما ترصيهم في علبة تاخد الكمية كلها وتيجي تطلعي يبقى قدامك ما يكسرش، لا اما تربطيهم في شنطة ترصيهم في شنطة منهم ما يتوهوش منك في الفريزر، وفي نفس الوقت تبقي محافظة عليهم من الكسر، يجي عليهم مثلا لحمة تكسرهم حاجة، يعني تحط عليهم حاجة اتقل منهم فتقوم تكسرهم. فانت مجمعهم في شنطة وتكتبي عليها، لا اما تحطيهم في علبة تلاجة كبيرة وتكتبي عليها يكون افضل. وطبعا لو وصلتوا لحد هنا متنسوش الاشتراك في القناة يا جماعة وتفعيل الجرس، وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان القناة تنتشر. تمام اهو زي ما انتم شايفين، ودي الكمية كلها اللي خلصناها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.